أنا أعرف وسائل إعلام ليست غربية وإنما عربية، وإعلاميون عرب سيصفون هذا الكلام بالتطرف، ويعني لن يتورع بعضهم أن يصفك بأنك متطرف، وبأنك بانحيازك للمقاومة بأنك تركت التعاليم المسيحية الأصيلة. ماذا ترد على هؤلاء؟ أنا مسيحي فلسطيني، جبرتني أنت أن أقول الكلام مقلوبا. أنا مسيحي فلسطيني عربي، والحقيقة أني أنا عربي فلسطيني مسيحي. بربطي بهذه الكلمات العالم يجب أن يفهم أن شعبي هنا، وأرضي هنا، ومصيري هنا، وهمي هنا، موتي هنا، وبعثي هنا، وقيامتي من هنا. ولا أريد أنا لا شرقا ولا غربا ولا شمالا وجنوبا. أنا أريد فلسطين وشعب فلسطين ومن يحيط بي أن يكون عربيا. إذا كنت أنا أقاوم، وهنا جريمة العالم، أن احتلال فلسطين وظلم شعبها بهذه الطريقة السادية، العالم يرى في ذلك حقا لإسرائيل، وصار يعتبر بأن مقاومة المحتل فقط في فلسطين، مع أن القوانين الدولية كلها تقول بأن مقاومة الباطل، مقاومة الاحتلال، حق مشروع بجميع الوسائل إلا في فلسطين مع إسرائيل. فاعتبروا أن من يقاوم الاحتلال في فلسطين يقترف جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية. فليفهم العالم بأننا نحن المسيحيين نحن رأس الحرب العربية الفلسطينية في مقاومة هذا الاحتلال، وليعتبرونا إرهابيين، وليقصفون بطائرات الF-35 إذا أرادوا. لكننا سنبقى متمسكين بأرضنا وبشعبنا بكل قوانا. وأكرر: إن هدموا مساجدكم، إن هدموا أقصاكم، إن هدموا مآذنكم، فارفعوا الصلاة من قلوبنا، من حناجرنا، من كنائسنا، من مهد مسيحنا، من قيامة مسيحنا. ونحن لن تفلت فلسطين ولا القدس من أيدينا. يستطيع أن يحطموا أيدينا، لكن قضيتنا قضية أزلية. أبناؤنا وأبناء أبنائنا وأبناء أبناء أبنائنا لهم الغلبة في هذه الأرض، لأنهم أصحاب الحق وأصحاب القضية.